صباح الورد على اصحاب البايكرز. النهارده متجمعين في رايد يوم الجمعه، رايد العروبه اليكس رايدرز كلاب. يلا بينا نشوف البايكس اللي معانا بقى. صباح الورد يا شباب. معاك فول يا مستر. يا جمالك يا اسكندريه، صيف او شتاء. هنا بقى كنا لسه داخلين، يعني دخلت الشتاء، كنا زي ما تقولوا كده في اواخر بقى الصيف وكده، وداخلين بقى على شهر 10 وبدايه الشتاء وكده. تعالوا بقى نفرجكم على كورنيش اسكندريه بقى. هنا كنا في سان ستيفانو زي ما انتم شايفين كده، المول ورانا اهوت. وزي ما انتم شايفين طبعا احنا بنمشي في فورميشن كده، في لاين زي ما انتم شايفين، بحيث ان احنا نبقى حاملين بعضينا يعني. وطبعا بيبقى في بينا اللغه اللي هي لغه الاشارات او لغه البايكرز ديت، اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده كتير يعني، اللي هو ان احنا برضو بننبه بعضينا وكده. طبعا هنا اللي بيصور دوت اللي هو واحد من البلوكر زي ما انتم شايفين، بيبقى متاخر دايما عن الفورميشن، وبيبقى بيقطع الفورميشن سواء بالتول كده ان هو ياخده رايح جاي، عشان برضو طبعا التصوير وتامين الفورميشن. وزي ما انتم شايفين كده برضو في ناس بتبقى بتمشي حر، بحيث ان هم يكشفوا لنا الطريق، ينبهونا عن اي خطر موجود، وكمان يقفلوا لنا المفارق، الكلام ده كله. وبرضو زي ما انتم شايفين بيبقى في ناس بنقول عليهم السويبرز، والسويبرز دولت اللي هم بيحموا بقى الفورميشن من الجنب. بيبقى ماشي في حاره كده جنبنا، بحيث ان العربيات ما تقطعش الفورميشن، او ان هي ما تقطعش الرايد وهو ماشي. بصوا كده زي ما انتم شايفين، احنا هنا مثلا كنا في كوبري ستانلي. طبعا شايفين الجمال، الله اكبر حاجه يعني. عايز اقول لكم اسكندريه ده يا جماعه يعني باريس مصر بجد، اوروبا والله، كاننا عايشين في اوروبا. تمسك الموتوسيكل كده تركبه يا دوبك كده، بس تمشي على الكورنيش، والله العظيم يبقى فيك هموم الدنيا كده، ترجع بطل، ترجع بص ما فاكش الهوا. المهم نتكلم بقى على زي ما كنا يعني بفهمكم بقى الوظائف بتاعت الناس في الفورميشن. طبعا اللاين ده بنقول عليه فورميشن. خلاص، بصوا كده مثلا في الفيديو اهوت ده كده الفورميشن اهو بيعدي، تمام. بيبقى دايما جنب الفورميشن ووراه في بقى اللي هي عناصر التأمين، تمام، اللي احنا قلنا اسمائهم قبل كده، اللي هو السويبر والبلوكر، تمام. ده غير طبعا بقى بيبقى فيه زي كشاف الطريق وهكذا. هنا كنا داخلين على الموقف الجديد. طبعا احنا بقى بنفرجكم اسكندريه بالموتوسيكلات بقى، يعني قلنا ناخد لفه كده حوالين اسكندريه، الكورنيش والطريق اللي هو الدولي. الطريق الدولي جامد يا جماعه بصراحه، يعني خطير. هنبدا بقى هنا، هو وصلنا الموقف الجديد. هناخد طبعا هنا كان في صحابنا مستنيينا، فهنقف شويه طبعا ناخد صحابنا هيكملوا معانا بقى الرايد. هنا بقى ده الكوبري اللي هو كله مطبات دوت. الكوبري ده غريب زي ما انتم شايفين كده، الاشاره اللي انا عملتها برجلي ديت ان انا بنبه صحابي ان في عائق او في نقره او في مثلا حاجه خطر في الناحيه ديت، في الناحيه اللي انا شاورت عليها. طبعا انا لو شاورت برجلي الثانيه يبقى الخطر في الناحيه الثانيه، تمام. طبعا الاشارات دي كلها احنا بنبقى متفقين عليها قبل الرايد اصلا، ومظبطينها على الجروب ومراجعين عليها، والناس بتبقى اصلا من كتر الرايدز خلاص يعني ما شاء الله حفظوه. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا السويبرز دولت اللي هم ماشيين جنب جنب الفورميشن، تمام. دول وظيفتهم ان هم يحموا اللاين اللي ماشي دوت، ان مفيش حد يخش ما بيننا مثلا يقطع الفورميشن. مفيش عربيه تبقى عايزه تقوم داخله مثلا زقاق او تحود فتقوم كسر علينا. دولت مهمتهم ان هم يبقى دايما جنب الفورميشن دوت محمي. زي ما انتم شايفين كده، هم بيبقوا دايما ماشيين في الفورميشن. احنا بنوزعهم مثلا حسب عددنا، يعني مثلا لو عددنا كبير نطلع 3 سويبرز، عددنا مثلا صغير نطلع 2. وطبعا بيبقى بقى عندنا البلوكرز بقى زي اللي واقف دوت بيصور ده. بصوا لو تلاحظوا الحته ديت مفرق، فممكن مثلا عربيه تقطع او كده، فهو يقف يسد لنا الطريق لحد ما احنا ما نعدي. هنا بقى الحمد لله كنا وصلنا، ودول طبعا صحاب البايكرز الجامدين جدا. وده بندقه، وبنقول لكم الحمد لله على سلامتكم يا شباب، ومستنيينكم في رايد جديد وجوله جديده، وان شاء الله نلف محافظات مصر كلها بالموتوسيكلات. بس مستنيين دعمكم، ما تنساش الاشتراك في القناه.